السلام عليكم. ايه الاخبار؟ طبعا فيديو النهارده انا يعني هطول فيه شويه، لاني طبعا كنت عايز اتكلم على اكتر من موضوع واكتر من حدث الفتره اللي فاتت، ولكن انا كنت مستني يعني لحد بعد ماتش بيراميدز، وبعد كده نشوف يعني الصفقات هتوصل بينا لفين، وبعد كده نقدر نتكلم. عموما فاضل 72 ساعه لحد اخر الشهر، وبعد كده معانا لغاية 2 فبراير. فيعني لسه في وقت، فاحنا ما بنقولش غير كله خير، وان شاء الله اللي جاي احسن، ونقدر نجيب الصفقات واللعيبة اللي هي تليق باسم النادي، واللعيب اللي يفيدك في الملعب ويكون عنده انتاجية. والاهم من ده كله ان هو جاي بشغف، وجاي عاوز يعمل حاجة، وجاي عاوز يثبت نفسه. هتكلم عن كذا موضوع النهاردة، فمعلش هطول شوية يعني، استسمحكم تستحملوني، ولكن كلها مواضيع مهمة طبعا. انا كاتب اللي انا هتكلم فيه عندي هنا على الشاشة، فهبقى ببص كل شوية فوق يعني. اول نقطة عايز اتكلم فيها انا كاتبها كده: رسالة الى المتسلقون. بمعنى الناس، طبعا بدون تحديد اسماء، الناس اللي هي يعني بتقعد معانا في المساحات وبنطلع مع بعض وبنتكلم. كلمة لحضرتك: مش معنى ان انا شيرت لك بوست واتنين وتلاتة ودخلت اديتك حقك في مساحة قدام الناس وكبرت بيك، فده معناه ان انت يعني تتعالى عليا فيما بعد، ويكون يعني اول رد فعل منك انك مش عاجبك اللي احنا بنقوله وبتهاجمنا وبتتكلم كأنك خلاص بقيت يعني كابتن احمد شوبير مثلا في زمانه يعني. لا، انا زي ما بحترمك وزي ما بديلك قيمتك ووضعك في المساحة او قدام الناس، حاول تركز اكتر في انك تكون مفيد، مش تتعالى على الناس لمجرد ان 10 15 20 واحد شيروا لك بوست او يعني اتكلموا عنك كويس. ولما ربنا يكرمك وتبقى زي احمد كابتن احمد شوبير يعني، يبقى ساعتها يعني ما تشوفناش، مش مشكلة. دي نقطة كان سريعا كده لازم اعدي بيها يعني. نقطة رقم 2: قناة الاهلي وكابتن اسامة حسني. انا مش عارف لحد النهاردة ايه مقومات كابتن اسامة حسني عشان يطلع في القناة ويحلل المباريات، ويبقى هو يعني يعتبر البرنامج الرئيسي بعد كابتن احمد شوبير. وقبل كده اتكلمنا كلنا وكل جماهير الاهلي اتكلمت في القصة دي: لا كاريزما ولا اسلوب ولا القاء ولا كلمات ولا حتى فاهم هو بيقول ايه. و... واخر حاجة حصلت مع الشاب الدكتور المحترم ده انه لما قال صفقات كشم له وقلب وشه عليه، والاسلوب ما كانش كويس، ونقل المايك. والتاني اللي هو المفروض لعيب كرة سابق يعني ومدرب، برضه كلمه باسلوب مش كويس وكشم له، وكانت حاجة يعني منتهى قلة القيمة بصراحة. فأنا مش فاهم يعني معلش مع احترامي لسيادتك يعني، مش هخش بقى في قصة عشان انت نسيب بالكابتن والكلام اللي ما ياكلش عيش ده، لان المفروض انت راجل تكون مهني، ده اكل عيشك، ده شغلك. فيعني حاول تكون احسن من كده، والاحسن من ده كله انك تشتغل على نفسك. يعني حتى الناس لما ربنا بيكرمها، في ناس بتستنى ربع فرصة من اللي انت فيه ده. ناس بتاخد شهادات وكورسات وتشتغل وتتعلم وتتفرج وتروح وتيجي وتعمل. فيعني انت ربنا كرمك هوب على طول من الملعب ركبت، فيعني اشتغل على نفسك شوية عشان حتى الناس تقبلك وانت بتتكلم. النقطة اللي بعد كده: صفقة العش. طبعا القصة اللي حصلت انه ان احنا كنا خلاص خلصنا في اللاعب كشراء، وكابتن احمد شوبير طلع اتكلم في القناة. فطبعا ازاي وازاي الكلام ما عجبش الكابتن زيف زاهر. وطبعا انت طبعا الغيرة والغل خدوه ان انت تعلن قبليه، وانا طبعا يعني رئيس مجلس اداره في النادي ولا ما اعرفش حتى وظيفتك ايه. فطبعا ازاي ومش ازاي، فاكيد نشف دماغه وقال لك ما يبقى خلاص ما فيش صفقات،
والدنيا وقفت، وبعد كده طيب ها مش عارف ايه، طب وصلت لإعارة بعد ما كابتن محمود الخطيب كلم نجيب ساويرس نفسه. ف ربنا يرحمنا ويهدينا ويبعد عننا سيف زاهر، لانه يعني انت حاجة صعبة والله العظيم يا سيف. عموما احنا خلاص خدنا 6 شهور، مش فارق المبلغ ولا فارق القيمة، لكن الأهم بالنسبة لي إن اللاعب يكون منتج ويأدي اللي عليه والمطلوب منه في الملعب، وبعد ما إعارته تخلص هيتباع مش هيتباع يرجع ناديه تاني. شكرا. النقطة اللي بعدها نقطة مهمة جدا، وبرضو خدت ضجة كبيرة أو خدت يعني موقف كبير جدا الفترة اللي فاتت، وهي مترجم كولر. طبعا كلنا شفنا اللي حصل في اللقاء الصحفي، وقال له انا مش هينفع اترجم اللي انت بتقوله ده، هيعمل مشاكل. وطبعا هو متخيل ان هو في سنة 1700 مفيش حد فاهم الماني، مفيش AI، مفيش ناس تقدر تترجم الفيديو على الملأ. فكان طبعا موقف سخيف مش مفهوم. وقصة ان كولر كان دايما في كل لقاء يطلع يتكلم على الصفقات، لا، ما هو يعني ما هو بني ادم وراجل كبير ومدرب مخضرم وفاهم هو بيقول ايه كويس، وهو قاصد يوصل الرسالة للجمهور. وانا اشك بنسبة 99.9% ان خالد الجوادي بعد كل لقاء بيطلع بيكلمه او بيبعت له بيقول له المترجم قال 1 2 3، سواء انت قلته او ما قلتوش. فهي الموضوع، لان في ناس ربطته قالت لك ده صدفة، فده ذنب خالد الجوادي لما اشوف مش لا، مش ذنب ولا صدف، مش حاجة بتحصل في الدنيا دي صدف. كولر فاهم وعارف، وانا متاكد ان خالد الجوادي بيترجم له وبيوصل له اللي بيتقال في السوشيال ميديا ومن المترجم. فده كان يعني رد فعل طبيعي للمشهد، ان هو يعني المترجم يقول كده لكولر وكولر يصدر النادي، وطبعا المترجم متنبه عليه انه ما يتكلمش. كان منظر عبثي ملوش يعني مش مفهوم خالص. ويعني كان خلى الشكل بتاع المدرب والمترجم يعني شكل مش مظبوط تماما. عموما اللي حصل حصل، واظن الاتنين اتعلموا من الموقف، واكيد الادارة اتدخلت في حتة زي كده، واتمنى انه ما يتكررش. الجزء اللي بعده، كل ما نيجي نتكلم في صفقات وكل ما نيجي نخش في حتة لها علاقة بمهاجمة الإدارة، يطلع حد يقول لك أصله الكابتن شوبير سافر يتعالج. اخر حاجه كابتن احمد سوري كابتن الخطيب سافر يتعالج. اخر حاجه الكابتن شوبير بيتكلم في القناه لما الدنيا هاجت قوي، قال لك اصله بيتعالج واحنا واسرته قالت له ما تترشحش تاني وده تمام كده ومش عارف ايه يعني مع كامل احترامي كامل احترامي، ربنا يشفي الجميع يا رب، وربنا يعافيه ويقومه بألف سلامة. بس طالما سيادتك مش قادر تأدي مهامك تجاه النادي كرئيس مجلس إدارة، مفيش أي مشكلة، خلاص عادي. بشيرها من البيت، بس على الأقل سلم الملفات لأعضاء مجلس الإدارة وخلي الناس تتصرف وتاخد قرارات أو تشتغل وتوصل لك بالقرارات وانت تختار منهم. لكن مش كل ما يحصل دروب أو في مشكلة صفقات فالناس تهيج، فالجماهير تخرب الدنيا على السوشيال ميديا، فالمعلومات توصل لك، فيطلع حد من النادي أو من القناة يقول لك أصله الكابتن تعبان، أصله الكابتن بيتعالج، أصله الكابتن عنده وعكة صحية. ربنا يشفي الجميع. بس خلاص يعني اي شغل في الدنيا، اي مكان في الدنيا ليه عمر افتراضي. حضرتك مش قادر تكمل، خلاص سلم لحد تاني، سلم لاعضاء مجلس الاداره والناس تكمل بعد كده، وكل واحد يعني يعمل اللي عليه. اتمنى ان القصه دي ما تطرحش تاني على السوشيال ميديا او في قناه النادي او ايا كان، لاني دمها ما بقاش يعني خفيف ولا مبلوعه ولا ليها علاقه بشغلك جوه النادي كإداري. اي حد مريض، اي حد بيتعالج، حتى في الشركات العادية، في المؤسسات العادية، في اي مكان في الدنيا، لما موظف او رئيس شركة بيكون تعبان بيدوا وظيفته او مهامه لحد تاني لحد ما يرجع، او لو مش هيرجع بيجيبوا حد غيره. طبعا في الموقف ده انت مش هينفع تروح تجيب رئيس نادي بكرة الصبح، فخلاص يبقى تسلم
الدنيا للي عارف يشتغل او للي فاهم وقاعد معاك على طول وهو يدورها لحد ما حضرتك ترجع بالسلامة، وتاني وتالت وعاشر. ربنا يشفيك ويومك بألف سلامة يا كابتن. آه زي ما اتكلمت قبل كده عن قصة الموسم الصفري الذي يلوح في الأفق. انت بداية خسرت سوبر، خسرت ماتش عبثي لأقصى درجة مع باتشوكا، ولحد النهاردة الماتش ده عامل لي أنا أزمة وعامل لجماهير كتير أزمة، ومش قادرين نتخطاه ومش قادرين ننساه. الدوري عاديك ماشي مقضيها تعادلات، ربنا يستر. انت لولا ان الاتنين اللي بينافسوك اصلا واقعين ومش قادرين، انت كان زمانك يعني في فرق 5-6 بونت على الاقل بينك وبين بيراميدز يعني، لان بيراميدز اقوى فرقة حاليا في الدوري واقوى سكواد فعلا. ف ودوري ابطال افريقيا برضو يعني انت خسرت من اورلاندو وطالع تاني مجموعة. انا عارف ان دايما السيناريوهات دي كانت بتحصل معانا، بتطلع تاني مجموعة او مش عارف ايه، فهوب في دور ال16 تبتدي ترجع وتعود. بس المرة دي الدنيا مش مستحملة، السكواد مش مستحمل. اتمنى الصفقات اللي هتيجي واللي جت تعوض المشكلة الكبيرة اللي حاصلة دي، واتمنى فوق كل ده ان كولر يعدل التشكيلة ويلعب كل لعيب في مكانه عشان الدنيا تمشي حلو وربنا يكرم. واتمنى طبعا كمشجع اهلاوي من قلبه ان ما يحصلش وان احنا نطلع موسم صفري، ولكن لحد اللحظة دي المؤشرات كلها بتقول انك مش قادر تنافس على اي بطولة بجد. ولكن اتمنى ان الكلام ده يختلف من نص الموسم التاني ومن الشهر اللي جاي. بالنسبة لقصة الدولارات اتكلمنا فيها قبل كده واتكلمنا فيها أكتر من مرة. يعني ازاي ما فيش دولارات، وحتى كابتن سيد عبد الحفيظ نفسه لما طلع مع إبراهيم فايق قال لك النادي في ال3-4 سنين اللي فاتوا دول ولا ال5 سنين انت واخد 4 بطولات أفريقيا، فانت دخلك فوق 60-70 مليون دولار. الفلوس دي أنا مش عارف يا فين. اوكي بتصرف على مرتبات، عندك الطايرة السلة مش عارف ايه، عندك الكرة النسائية جبت لعيبة افارقة، كلام ماشي مفيش مشكلة. بس برضو صرفت كام؟ 10-20 مليون، 30. المفروض لسه في فلوس. انا مش هتكلم في القصة دي كتير، بس هو انت دلوقتي جيت لمرحلة اهو الدنيا كلها حواليك بتتحرك وانت اللي واقف ومحتاج دولارات. فشوف الفلوس فين، وبدل ما كنت رايح تحطها في الاستاد، لا حضرتك دلوقتي الاهم من الاستاد الفرقة والبطولات اللي هتجيب لك فلوس. نقطة ومن اول السطر. التخبط الاداري اللي حاصل الفترة اللي فاتت دي، وتسمع كلام في القناة غير اللي بيقولوا مثلا على فترات اعضاء مجلس الادارة. التخبط اللي بيحصل ده محدش فاهمه، محدش مش يعني مفيش حد مستوعب ايه اللي بيحصل. ما هو مستحيل انا يعني كمشجع اني اشوف الادارة دي شوف جايبة كام بطولة الفترة اللي فاتت وصفقات والدنيا ماشية حلو وكل حاجة بنظام، وفجأة تبص تلاقي مشاكل في اوضة اللبس، مشاكل مع المدرب بيعاند الادارة بتعاند المدرب. مفيش لعيبة معينة ما بتلعبش، ولعيبة بتلعب وهي مشطبة ومش قادرة تجر رجلها في الملعب. عمر ما الاهلي كان كده، عمر الاهلي ما وصل للمرحلة دي. في حاجة غلط مش مظبوطة. ما اعتقدش يعني كابتن محمود الخطيب هينزل اوضه اللبس بنفسه كل يوم عشان يشوف ايه اللي بيحصل. بس لازم نقف على اسباب المشكلة ولازم نحلها من دلوقتي. انت بتجيب صفقات، في دم جديد داخل النادي، في دم جديد داخل الفرقة، كل التركيز يبقى على اللعب. كويس ان انت طلعت كهربا، لان انا دايما وعندي قناعة تامة ان كهربا كان مشكلة من مشاكل اوضه اللبس. مش شرط انه يعمل مشاكل، بس هو عنده رعونة صعبة، عنده تصرفات مش كويسة. كان دايما يعني بيحاول يخليها ان يعني في احزاب في الفرقة. انا كنت بشوف كده، فكويس انه طلع. ما اعتقدش ان في حد تاني هيعمل نوش في اوضه اللبس. حتى امام عاشور هيهدى دلوقتي انا متأكد، لان الموجة عالية، فامام من غير كهربا هيهدى.
فان شاء الله اوضه اللبس تتظبط والدنيا تبقى زي الفل. كابتن شناوي، خليك هادي اكتر من كده، ومش محتاجة اي تنشنة بينك وبين اي لاعب، ولو في اي حاجة سيب الدنيا تهدى وبعدين ابقى اتكلم، وخد اللاعب على جنب، بلاش في اوضه اللبس قدام اللعيبة، وايا كانت التفاصيل ان شاء الله الدنيا تبقى زي الفل وتتحل. احنا دلوقتي في مرحلة دعم، في مرحلة ان احنا نركز في البطولات اللي جاية، افريقيا، الدوري، وبعد كده كاس العالم. مش كاس العالم وبعد كده افريقيا وبعد كده الدوري. اظن الكلام واضح ومفهوم. طبعا احنا عارفين ان انت من زمان بتتهاجم، ومن زمان بيحاولوا يوقعوك، سواء عن طريق تحكيم، سواء عن طريق اتحاد كورة، مجاملات هنا ومحبة هنا وشوية هنا وشوية هنا. لكن الموجة عالية أول مرة دي، لأن دخل على الخط بيراميدز. ف بإذن الله، بإذن واحد أحد، احنا نادي محترم، نادي مستقيم، ما بنفتريش على حد، وبعون الله احنا مكملين ومفيش حاجة هتحصل ومش هنقع. ورسالة لكل جماهير النادي، وقت ما بننتقد بإيجابية عشان مصلحة النادي، مش بنقطع في أشخاص عشان مصالح شخصية أو عشان شفنا حد معين واخد اتجاه معين فاحنا نمشي وراه. كل واحد فينا ربنا اداله مخ، ربنا اداله عقل يفكر ويفهم ويحسب، يشوف الصح فين ويتكلم فيه. انما ننساق ورا اشخاص معينة ايا كان مصالحهم ايه، عن طريق تشهير بوستات، عن طريق تشهير مساحات، عن طريق ترديد كلامهم او كتابة اللي بيقولوه. لا 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 لا, لا ده الاهلي ولا ده جمهوره ولا عمرنا كنا كده. يا ريت الناس تفوق وتفهم ان الاراء تكون شخصية ونابعة عن طريق فكر وتحليل للموقف. شكرا. بالنسبة لكولر، هو في ناس، يعني احنا كجمهور منشقين. في ناس بتقول الراجل ملوش ذنب يكمل، وفي ناس بتقول الراجل شطب يمشي. انا شايف وعندي قناعة تامة ان الراجل ما عندهوش اي فكر جديد يقدر يقدمه. الراجل وصل لمرحلة من كتر ما هو مش عارف يعمل ايه في الملعب، بقى بيحط اي تشكيلة ويحط اللعيبة كتير في غير اماكنها. وحتى في عز ما هو كان بيكسب بطولات، كان بيجي في ماتشات معينة كده يبهدل التشكيلة فكان يتعادل او يخسر، وكنا كلنا نطلع نصيح بعد كده: انت ليه بتلعب في التشكيلة؟ انت ليه بتحط الناس في مش اماكنها؟ فانا شايف ان كولر حرفيا دلوقتي هو مش شايف قدامه، وبيلعب يعني يلا كده وهوب ورص ويلا زي ما تيجي تيجي. طبعا هو كل تركيزه المنصب دلوقتي على كاس العالم، ودي واضحة وصريحة للكل. هو دلوقتي ما عندوش اي شغف في اي حاجة يعملها، هو كل تركيزه انا هروح كاس العالم بمين وهلعب ازاي. لانه بعد كاس العالم سواء عمل مركز حلو او طلع من المجموعات او ايا كان الوضع ايه، انا شايف ان هو مش هيكمل. وده يعني سيبك من قصة ان هو هيعتزل كورة او مش هيعتزل، دي قصة منتهية، انا ماليش دعوة بيها، هو حر فيما بعد يعمل اللي هو عايزه. ولكن انا بتكلم على اللي يخص النادي ومصلحتي انا كمشجع ومصلحتي انا كنادي. الراجل ده في الفترة دي مش شايف. دي قناعاتي الشخصية اللي مش بفرضها على حد. انا بقول لك الراجل ده مش شايف، فهو هيعمل ايه او هيمشي الدنيا ازاي؟ ربنا يستر. الصفقات جاية، في 2-3 هم دخلوا لك الفرقة، سوري 4 كمان مش 3. طبعا تريزيجيه هيجي بعد ما يخلص عقده، فالمفروض تبتدي تظبط شوية لحد ما نشوف قصة الجناحين وربنا يعدلها. بس انا بقول لك الراجل ده مش شايف. وجهة نظري لو النتائج ساءت اكتر من كده الفترة اللي جاية، انت لازم تجيب مدرب مصري، والاقرب يكون سامي قمصان، لانه على الاقل عارف الدنيا ماشيه ازاي وفاهم، فهو اللي يمشي الدنيا الفتره دي لحد ما تجيب مدرب تاني وتالت وعاشر. تجيب مدرب تفهمه كويس انت عايز ايه، تعرفه خطة النادي، يكون عنده قناعة تامة بفكرة انه في ناشئين وفي فريق وفي لعيبة لازم تتصعد. مش كل حاجة اشتري لي وبعد كده تجيب اللاعب انت تلبسه لو المدرب مشي. لازم يكون في لجنة تخطيط، لازم يكون في
يعني إدارة حكيمة وواعية تختار مدرب بعناية وتقعد معاه قبل ما تمضي عقد واحد، تتكلم في القصة دي وتوضح أمور النادي وبعدين تمضي معاه. دي نقطة ومن أول السطر. كابتن خالد عبد الفتاح وكريم وليد مش هطول فيهم كتير، لأني يعني ده كل الناس بالإجماع متفق عليه. الاتنين دول المفروض كده زي الفل ويتكلوا على الله من النادي. انا مش بجد مش مطالب ان انا اشوفهم دقيقة كمان في الملعب، لانهم حرفيا لا يصلحوا ان هم يلبسوا تيشيرت الاهلي اكتر من كده. آه سريعا كده الحته اللي كانت دايره بين ان كابتن شوبير طلع في القناه فقال لك كابتن سيد عبد الحفيظ حاولوا يتواصلوا معاه فما كانش بيرد او ما عرفوش يوصلوا له، كان ممكن يقدم برنامج. فطلع سيد عبد الحفيظ تاني يوم لما خسرنا من اورلاندو قال لك انا كنت طالع اتكلم في حاجه تانية، بس النتيجه دلوقتي تحكم عليا ان انا ما اتكلمش، لانه حد هو بيقول لك تم التقليل مني او السم في يعني ايا كانت التفاصيل. اتمنى كابتن شوبير ما تجيبش سيرة سيد عبد الحفيظ على لسانك. مالكش دعوة بسيد عبد الحفيظ، ركز في شغلك، اعمل المطلوب منك، ركز في الاعلام اللي يخص النادي والكورة، مالكش دعوة باشخاص. وسيب سيد عبد الحفيظ على جنب، لان انا بقولها لك من دلوقتي، سيد عبد الحفيظ جاي. سيد عبد الحفيظ هيكون ليه دور كبير قوي في إدارة النادي الفترة اللي جاية، وهيكون كادر مهم وكبير جدا. فبلاش يبقى في صدامات من دلوقتي مع سيد عبد الحفيظ، وخصوصا ان انت المفروض ليك قيمتك ووزنك في المجال الاعلامي. شكرا يا كابتن شوبير. هو بالنسبه لي انا ككولر ان يكون كبش فدا، انا ضد الفكره دي تماما. ان هو تيجي دلوقتي لما تلاقيها بلطشت وعمشت خالص فانت ايه تقول المدرب هو السبب. لا، هو المدرب مقصر، والمدرب عنده مشاكل، والمدرب فنيا بيعمل مصايب، بس برضو انت اديله العوامل واديله المطلوب وبعدين حاسبه. فدي نقطة غطيناها، ويا ريت المفروض ما تطرحش تاني اكتر من كده، وتحديدا من الكابتن شوبير جوه النادي. اتمنى يا كابتن شوبير ما تتكلمش في القصة دي تاني، لانه مش بفرض على حد طبعا، بس انا شايف اني كولر والادارة لازم يقعدوا ويتكلموا ويحصل توافق، والامور دي تهدى وتتحل لمصلحة النادي مش اكتر. طبعا احنا جبنا تريزيجيه والعش ورضا وجراديشار. تريزيجيه طبعا انا مش محتاج اتكلم عنه ولا غبار عليه، لان هو ابن النادي ومعروف مستواه سنين ثابت ومفيش يعني. بالنسبه للعش، لا، لمسته حلوه، كورته حلوه، وخصوصا انه اشول وعارف هو بيعمل ايه، وعنده النزعه ان هو يزيد ويطلع ويبني في حته شويه كده من عبد المنعم. فاتمنى انه يعني الست شهور دول يبان فعلا فيهم مجهوده ولمسته في الملعب. رضا طبعا الناس كلها بتتكلم عنه كويس، وبيقولوا ان هو حلو جدا وشويط وبيزيد وهيعمل شغل حلو مع امام ومروان في نص الملعب. اتمنى وده المطلوب يا رب يعني نشوف منه نسخة محترمة وكويسة جدا، تعمل منه هو لاعب محترم وتديله اسم كبير وترفع من المستوى بتاع نص الملعب. انا جراديشار طبعا انا كنت نزلت بوست على الصفحة عندي. انا جراديشار نفسه انا عايش في اوروبا هنا، وخدت فترة بتابع الاندية المجرية. في نقطة لازم الناس تفهمها، الأندية المجرية مش عندهم الحمية بتاعة الكورة اللي احنا عندنا في مصر، انه اللعيب عايز يثبت نفسه واللعيب عايز يقاتل. حتى الأندية نفسها ما عندهاش الحمية بتاعة الكومبيتيشن ان هو عاوز يكسب بطولة، لان الكورة هنا مش بالحجم اللي الناس متخيلاه. الكورة هنا في المجر، انا عايش في المجر، الكورة هنا مش بالحجم اللي الناس متخيلاه زي مصر مثلا. هنا في فرقتين، في فرقة اسمها اوي بيشت وفرنس فاروش دي الفرقة على فكرة بتاعت محمد علي بن رمضان اللي بيلعب فيها.
اوي بيشت وفرنس فاروش دول يعني زي الاهلي والزمالك كده في مصر. تلاقي يعني الناس اللي بتتفرج على كوره وبتحب كوره ما بيشجعوش غير الفرقتين دول. الباقي الدوري كله شركات، مفيش بقى جماهيريه، مفيش مشجعين، مفيش روابط، مفيش التراس، مفيش الكلام ده كله. هما الفرقتين دول وشكرا. فحتى الفرقه الصغيره دي والفرقه اللي جاي منها جراديشار، فرقه شركات، فرقه عاديه ملهاش جماهير اصلا. مش مشهوره بالطريقه اللي انت متخيلها. انا حتى شاكك في المبلغ اللي اتدفع فيه، لان انا بقول لك اللعيب ده هنا ما يسواش الرقم ده. فانا حاسس ان النادي يعني اتسك في الفلوس دي، بس ما علينا. مش ببوظ الفرحه، او مش يعني مش بقلل من الصفقه. ولكن انا عايز اقول للجماهير ما تحطوش هاي اكسبكتيشنز على الموضوع. يعني ما بقاش عندكم امال عاليه في القصه، لانه اولا سنه صغير، مش هيتحمل الضغوط، مش هيتحمل انه حد يوجه له اي اتهامات او يعني حد يزوم عليه في الملعب ولا بتاع. وفي نفس الوقت لو حس ان هو مضغوط ولا بتاع، هتلاقيه صدقني جاي بيقول لك افسخ العقد وانا ماشي من هنا وخد باقي فلوسك. مستواه في الملعب هيبقى عامل ازاي؟ انا بقول لك ما تحددش مستواه بماتش الماتش اللي فات ده، لان هي الدنيا كانت يعني انت اديت بيراميدز كده شويه حلوين ورا بعض وهم ناقصين لاعب، فهو نزل ساعه الهوجه زي ما بيقولوا، فهي ربنا بيحبه خدمته تك تك على طول. لكن هيبان امتى؟ لما يلعب ماتش واثنين وثلاثه، وتشوف فعلا لعبه وحركاته وتحركاته في الملعب والتسلم والاستلام، ومع الوقت يبان في ضغط المباريات. و يعني المستوى هيفضل ثابت ويزيد، ولا هيبتدي يقلق يعني يقل ويضعف، وخصوصا لما يبقى في منافسة بينه وبين وسام. فهنشوف. بس انا بقول لك ما تحطش عليه امال عالية وتوقعات كبيرة، لانه انا شايف انه مش هيستحمل او مش هيديك اللي انت عايزه في دماغك كمهاجم صريح. قصة معلول، مفيش حد فينا ما بيحبش معلول، مفيش حد فينا ما بيعشقش معلول. لكن القصة بالنسبة لي ان معلول حاجة كبيرة قوي بالنسبة للنادي والجماهير، ولكن هي عمر افتراضي، واللعيب بيوصل لمرحلة خلاص هو ده وقته وانتهى. ما بقللش منه يرجع يمسك منصب في النادي، يمسك حاجة في النادي. لكن انا شايف ان معلول عنده 36 سنة دلوقتي ولا 35 سنة، فيعني زي الفل، كفايه قوي على معلول كده. فزي ما قلت انا مش بقلل من معلول، ولا بقول انه يعني خد اكتر من حقه، لا خالص. الراجل اتقدر والنادي عامل معاه الصح. فخلاص لو هو ده الوقت اللي معلول هيمشي فيه، او خلاص مفيش يعني فرصة انه يتقيد، فخلاص يعني معلول قصة وانتهت. بلاش المشاعر والافوره تاخدنا في حتت يعني تتعدى على مصلحة النادي. خلينا نتكلم بالبلد. انا ما بقولش ان هو ممكن يرجع يبقى مستواه وحش، ممكن يرجع يكسر الدنيا، بس خلي بالكوا يا جماعة، السن ليه عامل كبير في الموضوع. السن بيفرق جدا. وعموما هو كده كده انت لسه ما خلصتش شوبين شرقي ولا كويستا ده ولا اسمه ايه. على فكرة جايز جدا معلول يعني يتم قيده تاني. فياريت بلاش في وسط فرحتنا بس بالثلاث صفقات اللي جبناهم ولا الاربعة نبهدل الدنيا ونهيج على الإدارة تاني. لا يعني خلي في بالانس كده في الموضوع لحد اما نشوف الموضوع هيخلص على ايه. طبعا بالنسبة لقصة كابتن سيد عبد الحفيظ والخضري، طبعا احنا كلنا شفنا سيد عبد الحفيظ عمل فيه ايه، فمش محتاجة ان احنا يعني نطلع بالموضوع لأكبر من كده. هو سيد عبد الحفيظ عارف تمامه ايه، واداله حجمه في اللقاء، وفعلا خلاه مش عارف يرد. فخلاص يعني كبروا دماغكم من الاشكال دي. بالنسبه للقاء كابتن مصطفى يونس مع ابراهيم فايق، طبعا هو يعني انا بشوف مصطفى يونس ده نسخه مصغره من مرتضى منصور، بس يعني مؤدب شويه.
هو عك الدنيا كلها السنين اللي فاتت، وفي الاخر لما لقى مفيش مرتضى، مفيش قناة زمالك، مفيش اي حاجة، رجع لبس تيشيرت الاهلي تاني. هو عشمان او متخيل انه هيرجع النادي تاني، او هيتحط في القناة، او ياخد وضعه باي حق، يعني باي شكل من الاشكال. طبعا مش هيحصل، لان انت هاجمت حسن حمدي، هاجمت الخطيب، هاجمت الادارة، غلطت في ناس كتير. يعني ما تحاولش، هو انت قصتك كده انتهت مع الاهلي اساسا. فربنا يصلح حالك ويرزقك بعيد عن النادي. الناس الحلوه اللي زي الفل اللي بتقول لك ولا صفقه تريزيجيه ب 500 مليون. 500 مليون ايه يا باشا؟ صباح الفل يا باشا. 500 مليون ايه دي اللي انت بتتكلم فيها؟ وبعدين يا عم 500 مليون وميزانيه دوله، هو انت دفعت من جيبك؟ انت اديتنا حاجه؟ حد خد منك يا ابني؟ ما انت مالك انت يا عم؟ مالكش ندفع فيه مليار، انت مالك انت؟ يخصك ايه؟ عندنا ميزانية، وعندنا كشوفات، وعندنا كل حاجة مكتوبة ومثبتة. ما بنلعبش في ورق، وما بنزورش، وما فيش ناس بتدينا من هنا وناس من هنا وتحت الترابيزة ومشيلي ومشيلك. احنا الحمد لله ورقنا كله سليم ومتستف. فروح شوف حالك يا حبيبي. طبعا الدنيا هايجة وقايمة. طبعا امبارح والنهاردة ان جراديشار مش مقيد قبل ما توصل بطاقته، لعب ما لعبش مش عارف ايه يعني حتى يا ريتكم فاهمين بتتكلموا في ايه. يا ريتكم فاهمين بتتكلموا في ايه. امير هشام والاتربي وضحوا ان اللاعب مقيد يوم الاحد وعلى نظام التي ام اس، وخد الكارنيه من اتحاد الكوره، وموقفه سليم تماما من اللعبه. حتى عامر العمايره اللي هو يعني الخبير واستاذ اللوائح قال لك مشاركته قانونيه تماما. وفي الاخر اكتشفنا ان بيراميدز اصلا ما قدمش شكوى لاتحاد الكوره ولا حاجه. فكلها سكريبتات، وكلها رسائل واتس وجروبات واتس، وشويه من الابيض على شويه من السماوي، وحبه مختلط هنا على حبه مختلط هنا، وخد يد 200 جنيه وخد يد 500 جنيه، ويلا مق. الاهلي عمره ما هيغلط غلطه زي دي، والاهلي ارفع واسمى من انه يعمل حاجه زي كده. ومش الاهلي اللي هيبوظ الدنيا عشان يلعب لعيب نص ساعه ولا تلت ساعه عشان خاطر ماتش كوره ممكن كنا نخسره. فلا، مش بتاعتنا. بالنسبة لموضوع كوتيسا وفايلر، طيب هو يعني على ما سمعت او على ما اتكتب انه الاهلي كان عارض 350 الف، ففايلر ان هو المدير الرياضي للنادي فقال لك لا، المبلغ قليل ارفعوه شويه. طيب يعني يا كابتن محمود الخطيب، لو سمحت، لو الموضوع هيتحل في 300 كمان، مش هقول لك 150 ولا 200، لا، في 300 كمان ادفعهم يا كابتن، طالما اللعيب يستاهل وطالما اللعيب هيعمل فرق معاك. لان انت لما تاخد افريقيا وتاخد بطولات، اكيد اللعيب ده هيدخلك فلوس قد اللي انت دفعته فيه. البطولة اللي انت هتاخدها ب2 3 مليون اكيد هتعوض اللي انت دفعته فيه. فطالما لعيب يستاهل وهيعمل معاك نتيجة ايجابية في الملعب، يا ريت تخلص فيه من فضلك يا كابتن محمود، لو سمحت. ادفعوا فيه يا جماعة، وشوفوا فايلر هيمشي الدنيا ازاي، وخلصوا لنا الصفقة دي لو صفقة مهمة، يا ريت. شكرا. اخر حاجة وهقفل الموضوع كده، لان يعني 33 دقيقة كتير قوي، وسامحوني يعني. وانا شاكر جدا، شكرا 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 من قلبي لاي شخص هيكمل الفيديو للمرحلة دي وللنقطة دي، انك تتفرج عليا نص ساعة. انا بجد بشكرك من قلبي، وكتر الف خيرك. وربنا دايما يقدرنا على ان احنا نتكلم في حق النادي ونرفع صورته وندافع عنه بكل ما نملك. اخر حاجة ومش هتكلم تاني، قصة بن شرقي وحرقان بين قلبي. طبعا انتوا شفتوا اللي داير الكام يوم اللي فاتوا من جماهير الزمالك، ازاي بن شرقي يروح والخضر يقول لك اليوم اللي هيمضي فيه بن شرقي للاهلي اداره الزمالك تستقيل ومش عارف ايه. طيب هو الفكره يا جماعه، سيبك منها صفقه جماهيريه ومش عارف ايه، لا احنا مش جايبينه عشان نكيد فيكو، اكيد لا. يعني لو حصل واللعيب جه، احنا لا بنكيد فيكو، ولا احنا شايفينكو، ولا انتوا تعنونا في حاجه،
ولا بن شرقي نفسه يعنينا في حاجة. احنا كجماهير اهلي صفقة مهمة هتعمل شغل هتشتغل اوكي، لو لقيناه مش مأدي وبتاع هنشيله الطين هو واللي جابه، عادي خالص. احنا ما بنكشش، ما بنلعب، ما بن- مش زي جماهير المختلط بنحط اللعيب فوق النادي، يعني مش بتاعتنا. فهو سواء جه او ما جاش مش فارق معانا اصلا. احنا كل همنا ان احنا نجيب لعيبة للمراكز المطلوبة، ولعيب يكون كفء ويأدي يجيب نتيجة ايجابية ويفيد الفرقة. لكن لو مش هيفيد الفرقة احنا مش فارق معانا، ومش فارق معانا بن شرقي من بين قلبي. اما بقى الحرقان اللي داير والهيصة اللي دايرة دي، انا رسالة اخيرة ومش هتكلم اكتر من كده لجماهير المختلط. اقسم بالله، اقسم بالله كمان مرة، الوقت اللي ضيعتوه وقضيتوه في الكلام عن الاهلي وصفقات الاهلي وادارة الاهلي ولاعيبة الاهلي وجماهير الاهلي، لو ضيعتوه في ان انتوا تفيدوا ناديكوا وتتكلموا في اللي يخص ناديكوا وتعلوا من شأن ناديكوا، انا بقول لك اهو كان زمانكوا في حتة رابعة على رأي ابو شعر ابيض بتاع اون. مش في حتة تانية ولا تالتة، لا في حتة رابعة. كان زمانكوا على الاقل بتلعبوا دوري ابطال كل سنة وبتطلعوا اخر مجموعة وحصالة وتروحوا، بس اهو على الاقل اسمكوا شاركتوا. يعني الوقت اللي انتوا بتستهلكوه في الكلام عن الاهلي قسما بالله كان اكرم واولى ليكم ان انتوا تضيعوه في حب ناديكم ده لو انتوا بتحبوه، مش بتوع شو لقطة. شكرا، سلام عليكم.